خليكم بقى وتابعوني على قناه يوميات مامتي طباخه. هنشوف المانجا بكام والسمك بكام. ظهره اتقطم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اغلى اخواتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وباحسن حال. اول ما صحيت من النوم ولادي قالوا لي يا ماما نفسنا ناكل مانجا، قلت بس ما بدهاش يبقى على العبور عادل، هناك المانجا رخيصه وبيقولوا ب5 وب10 جنيه. خدت محمد ابني وقلت له يلا يا محمد نروح نجيب مانجا من العبور ونشوف ايه هناك برضه وندعبس ونجيب الحاجات الحلوه كلها من قلب سوق العبور. قال لي يلا. رايحين نجيب ايه؟ رايحين نجيب مانجا ونجيب كل حاجه حلوه في سوق العبور. يلا تعالوا معانا. يلا بينا. بصوا بقى دي الكوبري اللي بنطلع بقى نعدي فيه الشارع، لان طبعا ما ينفعش نعدي من على الدائري، خطر. وده بقى سوق العبور اللي قدامكم ده. تعالوا بقى نشوفه من هنا. بصوا البوابه بتاعت سوق العبور هناك اهي، لسه بقى هنمشي لها لحد اخر الكوبري. خليكم معايا وشجعوني باللايك يا اغلى اخوات في الدنيا. بصوا فسحه بقى، فسحه رايحين سوق العبور نجيب مانجا. خليكم معايا. دي بقى البوابه الرئيسيه لسوق العبور، هي البوابه رقم 1. هندخل من البوابه رقم 1 دي وهنشوف بقى احلى فسحه هنا من قلب سوق العبور. ولو عايزين تعرفوا الاسعار بتاعت الخضار والفاكهه والسمك هتدخلوا على قناه مامتي طباخه، فيها جميع انواع الاسعار. بصوا بقى محمد اهو اشترينا مانجا اهي يا جماعه. اما نروح البيت هقول لكم اشتريتها بكام في قناه يوميات مامتي طباخه، وهقول لكم كمان اشتريت سمك. بص امسك كده يا محمد. اشتريت سمك وهقول لكم اشتريته بكام. خليكم بقى وتابعوني على قناه يوميات مامتي طباخه. هنشوف المانجا بكام والسمك بكام. ظهره اتقطم. بصوا يا جماعه، جبت من سوق العبور قفص المانجا ده 11 كيلو. طبعا ده مش كل ال 11 كيلو. اول ما دخلت ولادي نتشوا كل واحد واحده، ده اكيد طبعا. وزنته هناك طلع 11 كيلو. ده مانجا زبديه. انا مرضتش اجيب مانجا سكري او مانجا اصناف، مع انها كانت عامله هناك 10 جنيه للكيلو، بس انا حبيت المانجا الزبديه دي عشان بتبقى في العصير حلوه جدا وكلها لحم. فانا لو عايزين تعرفوا الاسعار بالتفصيل هتدخلوا على قناه مامتي طباخه، انا منزله لكم اسعار المانجا. جبت بقى ال11 كيلو ده وفصلت برضو مع البايع. لازم تفاصلوا مع البياعين، متاخدوش من بق البياعين. لقيت برضو السمك رخيص هناك. جبت 2 كيلو سمك ب70 جنيه، الكيلو عامل 35 جنيه. سمك البولتي ده كبير وحلو، انا بحب البولتي البلدي احسن من البولتي الاحمر ده بتاع المزارع، ده بيبقى طعمه احلى. ما قلتلكمش برضو على سعر المانجا. فصلت مع البايع كان بيقول لي ب20 جنيه، خدتها منه ب15 جنيه. لازم تفاصلوا ومتاخدوش من بق البايع. المانجا كلها اسعارها نزلت، والاسماك برضو هناك اسعارها حلوه جدا. ان شاء الله اعمل لكم برضو فيديوهات تانية كتير واقول لكم على الاماكن اللي فيها اسعار مخفضه، واقول لكم اشتريت مشترياتي بكام. مع السلامه، اشوفكم على خير.